بدأ المباراة وتحس انت كمشاهد لكرة القدم او مشاهد للمباراة ان الشباب نازل خايف من النصر، بدليل ان في بداية المباراة بدأ ينقل كور على الارض كتير ويباصي على الارض علشان ياخد الثقة، لان الفريق حاطط في دماغه نتيجة الفتح السابقة وخايف انها تتكرر معاه، ولكن تكررت. المهم، لويس كاسترو الراجل اللي احنا انتقدناه قبل كده في المباراتين الاولين اللي هو كان فيه الهزيمة والخسارة، النهارده لازم نديله حقه. الراجل النهارده ساب الشاورما والبيك اللي كان بياكله في مباراته الاولى وقعد على البنش كده وشرب عصير كبس اللي هو بتاع البرتقال وبدا يفكر. يا جماعه الشباب يعني ايه؟ يعني بنيجه. طب انا لو عزلت بنيجه عن الفريق كله ايه اللي هيحصل؟ هيحصل زي ما حصل النهارده اللي هو الاربع اهداف. ايه اللي عمله؟ الراجل بدأ يلعب بضغط مرتفع، وبمين؟ بالمحاور اللي هو بروزوفيتش الله اكبر عليه، دينامو ومحرك نادي النصر. الراجل يا جماعه ده الله اكبر عنده 3 رئات ما شاء الله، الله اكبر عليه. الراجل يستلم ويسلم ويضغط ويروح ويجي في كل مكان في الملعب، الله اكبر كمان مره عشان ما حدش يقول ان انا بحسده. لما ضغط بالاثنين اللي هم المحاور، مره الخيبري ومره بروزوفيتش، ومن على الاطراف الناحيه دي مانيه ورونالدو، وبدا يرحل المدافعين اللي ورا لقدام شويه، وخلى سلطان وكان يضم شويه لنص الملعب علشان يقرب صفوفهم من بعض، لان انا مش يا فرحتي ان انا اعمل ضغط مرتفع واسيب الدنيا فاضيه من النص وتكون المسافات بين الفرق كلها بعيده، فانا هاخد بلح. فعمل ايه؟ قرب الصفوف من بعض وبدا يضغط على لعيبه الشباب. ما كانش عندهم حل من الاثنين، لا اما ان هم يلعبوا كره عاليه، لا اما الكره تتقطع منهم، وقد كان اتقطعت منهم الكور كذا مره. وكانت خطوره النصر في اول 8 دقائق، انت بتتكلم لو النصر كان قدر يستغل اول 8 دقائق واحرز هدف ولا 2 من عرضيات سلطان الغنام. سلطان الغنام يا جماعه لازم ياخد حقه. الراجل ده احنا كنا بننتقده كتير لان هو كان بيعمل كل حاجه في الكوره، ويجي عند اهم نقطه وهي العرضيه مره في رجل المدافعين ومره في السماء. ولكن سلطان الغنام لك ان تتخيل ان هو في اخر 3 مباريات الراجل مسجل هدفين وعمل اسيست او 2 على ما اعتقد. فخطوره النصر كانت من عن طريق سلطان الغنام وعن طريق برضه غريب. رجع تاليسكا، ما رجعش تاليسكا ما يقعدش. الراجل ده ما شاء الله عليه لاعب بجوده لاعب اوروبي، الله اكبر عليه. الدريبلينج بالكره بتاعته، ولاعب مش خواف، لاعب هجام، هو اللي بيروح على المدافع. ناقصه بس حاجه واحده بس، الفينش بتاعه يكون كويس، وتبص تلاقي ده نسخه من، اقول لك ايه، نسخه من رونالدو يا